بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هقول لكم ازاي نقدر نجيب الفراشات دي من على النت، وازاي نقدر نجمعها في شيت كده، يعني في ورقه كامله على الفوتوشوب. يعني نقدر نجمع عدد مختلف من الفراشات على الفوتوشوب. تمام. وكمان هقول لكم على تكايه كده، تريكايه في الفوتوشوب نقدر ان احنا نخفي الخلفيه بتاعتها، وكمان نجيب الفراشات ازاي من الموبايل. فكل ده باذن الله تابعوني عشان تشوفوا الفيديو كامل. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو اول ما تشوفيني، يا لهوي اول مره تشوفوني. والمهم ما تنسوش لينك التليجرام، هتلاقوه صندوق الوصف تحت. هتلاقوا بقى عليه كل حاجه. تمام. يا رب بس اعرف اتكلم كلمتين على بعض. اول حاجه هنخش على جوجل، هنكتب بس كلمه فراشه. يعني مفيش اسهل من كده، نكتب فراشه او فراشات يعني بالعربي حتى. هيطلع لنا الصوره دي. مجرد ما بتفتح معاكوا تحسوا بقى ان خلاص الله الرؤية وضحت كده. هتحددوا بس من فوق ان هي الصور. لما بتحددوا من فوق الصور بيجيب لكم الصور طبعا اللي هو ايه في جوجل الصور نفسها. تمام. كل ما بتختاروا صورة معينة من الفراشات بيديكوا بعد كده على اساسها الصورة اللي بعدها. بمعنى انا مثلا اخترت اللي هي لونها اصفر دي، فهيديني بعدها في مجموعة معينة الالوان الاصفر. هنا مثلا هتلاقي فيه كذا فراشات، وهتلاقي فيه مثلا مجموعات بالمنظر ده، هتلاقي فيه فراشة لوحدها. نحاول نختار الخلفية البيضة. حاولوا مهم جدا اختياركم يكون خلفية بيضة، بلاش مثلا اللي هي خلفية اللبني زي اللي هي الصورة التانية. تمام. الخلفية البيضة مثلا زي الزرقاء اللي هي تالت واحدة على اليمين دي مناسبة جدا ان احنا نستخدمها. بصوا لما انتوا دوستوا على الازرق ايه اللي حصل تحت؟ بيديك الخيارات بعدها بقى كلها حسب الايه الصورة اللي انت اخترتيها. هتلاقي الخلفيات بتبقى لونها ازرق، يعني الخلفية لونها ابيض، والدرجات تبقى لونها ازرق بالمنظر ده. لو ما عملتوش لايك لحد دلوقتي يا ريت تعملوا لايك وادعوا لي دعوة حلوة في سركم. تمام. اظن كمان يعني جبت لكم كمان منين الفراشات. لو بقى في حاجة ناقصة قولي في الكومنتات، يعني ناقصكم ايه تاني. لما انا بقى اخترت صورة فيها ضي بنفسجي او موف، هتلاقي الاختيارات اللي تحت كده. وهكذا في كل حاجة بتعملوها، او اي خيار انتوا بتختاروه في جوجل اللي هو الفوتو او اللي هي الصور. تمام. اخترتوا مثلا فراشة لونها لبني، هيجيب لكم اختيارات لبني. طيب اخترتوا صورة مجمعة، هتلاقي الصور اللي تحتها كلها مجمعة بالمنظر ده. يعني في يمي فعلا صور مجمعة جاهزة فيه. لو دورتوا انتوا هتختاروا دي فانتوا اخترتوها. اللي تحتها بقى هيديكي خيارات اقرب حاجة للصورة اللي انت اخترتيها. بص دي مناسبة جدا فيها كل الالوان. هي بس بقى الفكرة في ان انتوا تاخدوها تطبعوها، تحطوها على فلاشة او تطبعوها بقى حسب ما انتوا تعرفوا تطبعوها. وفي نفس الوقت ان انتوا تلاقوا مطبعة تعرف تطبعها لكم بجودة حلوة وورق وخامته كويسة، بحيث ان هو ما تبص مننا. الورقه بقى دي شوفوا طبعا بقى الحجم دي بتبقى جاهزه، فدي بقى انت مش هتعرف لا تحدد حجم ولا تحدد اي حاجه، هي جاهزه. انت بتاخدها بتطبعها. تمام. طيب كنت عايزه اقول لكم ايه تاني. لو في خيارات مختلفة فاحنا ممكن نعمل نيو تاب دي، بتفتح معانا صفحة جديدة للصورة المعينة اللي احنا اخترناها. فنقدر بقى الصورة دي نقدر ان احنا تبقى زي ما انا فهمتكم. الصورة دي نقدر ان احنا اللي تحتها كلها تبقى خيارات الشكل اللي احنا عايزينه. مثلا اخترت الاصفر، فممكن نعمل لها ايه، بنعمل لها صفحة لوحدها نفتحها فيها. او لو عايزين تدوسوا عليها، انتوا بقى لما بتدوسوا عليها ايه اللي بيحصل؟ خلاص بيجيب لكم بقى الخيارات على اقرب حاجة ليها. تمام للشكل، بخلفية بيضة زي ما انتوا شايفين كده. فممكن بقى الصفحة التانية تختاروا مثلا لون أحمر وتدوروا على الدرجات الأحمر، تفتحوا صفحة تانية زي ما أنا بقول لكم اللي هو نيو تاب ده. تمام. دي برضو فكرة، يعني حبيت برضو ان انا اوضحها لكم. انا هفتح الفوتوشوب ده. الفوتوشوب عندي هو ممكن يكون قديم شوية والكمبيوتر على قده، بس يعني الحمد لله مسلكني. اول حاجة بعملها هو بختار صفحة الاي 4. مقاسها سوري، مقاس الاي 4 معروف ان هو 29 في 21. انا مثلا او هو لو عايزين يبقى دقيق قوي 21 في 29.7. ناس بتعملها 30. ماشي يبقى 21 في 30. 21 في 30 بلاش 29.7 دي عشان ما تلخبطوش نفسكم. بعدين بنعمل اوبن وبنختار الصور اللي احنا عايزينها. مثلا انا بدوس على من الكيبورد على مثلا كنترول عشان اقدر اختار. اكنكم بتحددوا عدد من الصور في اي حاجه. بتتفتح معاكم زي صفحات 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 على الفوتوشوب. واحنا فتحنا الورقه اللي هي الاي 4. تمام.
A4 ده لحجم الطباعة. عارفين ورق الطباعة الطبيعي، الورقة العادية حجمها A4، هي دي بقى هي حجمها كده. ف21 في 30 ده هو حجم A4 ده. نعمل ايه بقى بالمرحلة اللي بعدها؟ هنسحب الصور كلها نحطها على نفس الصورة A4 اللي احنا عملناها. ازاي؟ بنشدها بالمنظر ده. انا بشدها مثلا الالوان بقى اللي احنا اخترناها، انا عايزه بقى اختار الفراشات على ذوقي وبالمقاس اللي انا عايزاه، يبقى بسحبها في الورقه كلها وبعدين بقفل بقى الصوره، خلاص مش عايزاها. تمام، انا سحبتها في الورقه اللي ورا وبقفلها، سحبتها وبقفلها. تمام. طيب كده اهي عندي. هنعمل بقى ايه؟ كنترول تي، علشان الكنترول تي تمام بيعمل لنا ايه؟ نقدر ان احنا نصغر ونكبر منها الفراشة زي ما احنا عايزين. واحنا بنعمل كنترول، واحنا بنعمل هو كده بنكبر وبنصغر، لازم ندوس في الكيبورد على شيفت. ليه بتدوسي على شيفت يا مي؟ لو ما دوستوش على شيفت الصورة هتبوظ منكم. احنا عايزين ابعاد الصورة كلها تبقى مظبوطة، فهندوس على شيفت. هي تركاية كده في الفوتوشوب، بس يعني اللي مش يعرف او ما يعرفش خالص يشتغل على الفوتوشوب قبل كده، معلش يصبر معايا وهظبط له الدنيا. بس خليها معلومة عشان برضو يبقى معاكي خلفية لو وقفتي في اي حاجة. الفوتوشوب مهم جدا يا جماعة، مهم جدا، فاعرفوه. تمام. برضو نقدر بقى نضيف ونزود الصور اللي احنا عايزينها بالمنظر ده. تمام، عايزين احنا نبدع كل حاجة بايدينا احنا. تمام. كنترول تي، وبسحب الصورة وبكبرها طبعا وانا دايسة شيفت على الكيبورد. يا رب تكون واضحة. بصوا انا دايسة شيفت وبحرك وبكبر بايدي. هو الكنترول تي ده بس عشان يعملك زي برواز ليها تتحكمي فيها. تعالوا بقى على التركاية. الصور دي بتبقى خلفيتها بيضة بالمنظر ده. طب احنا عايزين مثلا نوفر مساحة ونشيل الابيض اللي حوالينها ده، نعمل ايه؟ انا بحددها. الليرات دي بتبقى الصورة نفسها. انا حددت الصورة اللي انا هتحكم فيها اللي هي فيها الابيض ده. هتلاقي فيه علامة على فكرة، هزوم عليها فهتوضح اكتر. مثلا انا عايزه اشيل اللي هو اللبني ده، فبعمل كنترول وبعمل اللير، بحدد اللير بتاعها. بعدين في استيكه، علامه استيكه، بعمل الماجيك اللي هي الخيار التالت، هزوم لكم عليها عشان تعرفوها. وببتدي ان انا اول ما بعمل الاستيكه دي على اللون الابيض بيشيل لك اي حاجه لونها ابيض في الخلفيه في الصوره اللي احنا محددينها. وبعدين بعمل بقى ايه، وبتحكم فيها زي ما قلت لكم بالكنترول تي، وهكذا. بنحفظها ازاي ما هي الصوره؟ اول حاجه بنعمل سيف او سيف از، وبعدين بنحدد مكانها وبنحفظها. طيب يا مي انتي بتحفظيها، احنا ممكن نحفظها اللي هو بالرمز بتاع الفوتوشوب وبنعمل سيف على طول، وكده تبقى انتم ممكن تتحكموا فيها مره تانية، بس مش هينفع تطبع. طيب تطبع ازاي يا مي؟ بنعملها، هقول لكم هزوم لكم عليها وهتشوفوها تاني. تمام. عشان بصوا دي اول حاجه الاداه اللي بنحرك بيها اللاير ده، لاير 5 ده اللي هي الصوره رقم 5 مثلا، بتبقى عباره عن لايرات او صفحات احنا بنفتحها، فاحنا حاطينها عشان نتحكم في واحده. دي الاستيكه اللي هي الماجيك، اخر واحده رقم 3، 1 2 3، هي دي اللي بتشيل اللون الابيض. تمام، بكل سهوله. لاير 1 بص نتحكم. بصوا الابيض هنا اللي وراها اصفر دي لسه فيها، فبنحدد اللاير بتاعها اللي هو لاير 1، وبعدين بنشيل بالاستيكه، اتشالت الخلفيه البيضاء. حلو بقى، عرفتوا ليه انا اللي كنت تختاروا الصور تبقى في خلفيه بيضاء. تمام. النيو بقى اللي احنا لما نيجي نفتح صفحه جديده بنفتحها زي ما انا قلت لكم 21 في 29.7 عشان نعمل اي ايديت لاي حاجه او اي صوره. مفيد جدا المعلومه دي، هتعرفوها قدام بعد كده، وتعرفوا ان انا بقول لكم حاجه زي كده ليه، هتستفادوا منها بعد كده. دي اللي هو البي دي دي ده اللي هو الفوتوشوب، احنا مش عايزين ده، عايزين نحفظه على الجي اي بي جي دي اللي هي الصوره اللي بتطبع. تمام. وبعدين انا بعمل بقى ايه؟ حجم الصوره اللي هي اللارج على اخر حاجه. ما نبص كل ما بتقللوا دي الكواليتي بتقل، لا احنا عايزينها تبقى الكواليتي عاليه خالص عشان تطبع بالجوده حلو. خلاص، وبنعمل اوكي. في بقى ندخل على بيكس ارت. لو انتوا بقى الموضوع بالنسبه لكم صعب خالص، هتكتبوا فراشه. بصوا ايه اللي حصل، بس هتلاقوا فيه وانتوا بتقلبوا هتلاقوا اهي، تاخدوها تطبعوها، وتبارك الله فيما رزق، اعملوا داونلود واطبعوها عند الراجل. وهتلاقوا فيه اشكال كتيره جدا من الفراشات، تقدروا تطبعوها على الموبايل وتاخدوها تديها ويطبعها. اظن يعني الفيديو ده مفروض يكسر الدنيا لايكات. يعني انا لحد الان هو مش بخلع عليكم باي حاجه، ولا انا عامله
قناه التليجرام دي عاملاها علشان ابيع زي ما انا قلت لكم، لا انا مش كده، انا عاملاها عشان اسهل عليكم كل حاجه، مش هدفها الربح بصراحه يعني. بس يعني حابه وجودكم فيها، فانتوا اعملوا لي فولو فيها. حتى لو انتوا مش محتاجين حاجه دلوقتي، قدام باذن الله هتحتاجوا، لان المشاريع اللي جايه باذن الله شيقه جدا، وهتلاقي اي حاجه تفصلها او حاجه توفرت عندي هنزل لكم سعرها. تمام. وهحاول على كل فتره ان انا اعمل ابديت للاسعار الجديده، وفي نفس الوقت بتخفيض كويس. تمام. هتلاقوا كل الفراشات دي موجوده مقصوصه، لو انتوا حابين ان انا اعملها لكم واشحنها لكم. هتلاقوا السلك، وهتلاقوا كمان اللي هو الليد النور، حاجات كتيره جدا، ولسه كمان هنوفر خامات كتيره جدا وحاجات كده تريكات وحاجات بسيطه. فتابعوني عشان انا اتكلمت في المشروع البالون والورد والبوكيهات، وده نتكلم بقى كده في المشاريع اللي هي ايه اللي بتجيب ربح حتى لو بسيط. اشكركم لو انتوا لسه بتشوفوني لحد دلوقتي، وبحبكم جدا بجد.